مرحبا بكم في وصفة جديدة. ان شاء الله تعجبكم الوصفات اللي نحط فيها. نحب ديما نعمل لكم وصفات سهلة وما تتكلفش والموجود اللي في الدار. كيف العادة اليوم باش نعملوا حاجة بنينة وما تتكلفش. نبدو في المقادير. عندنا 250 جرام زبدة خرجتها من الفريجيدير قبل بوقت باش تنجم تخدمها. 100 جرام نشا، كيس زيت، 150 سكر، معناها كيس هكا 150 جرام، شوية ملح، زوز خميرة 15 جرام، كعب عظم، شوية ما ورد ولا ما زهر ولا كعبتين فاني. انا ما عنديش الفاني، عملت ما ورد والفرينة بالشلم. نبدو نخلطوا اول حاجة الزبدة مع السكر ومع رشة من الملح وشوية من ما ورد ولا ما زهر. بعد ما ذوبت السكر والزبدة باش نزيد عليهم 100 جرام نشا، نزيد كيس الزيت نخلطها بالباهي، نزيد كعب العظم ونزيد عليهم الفارينة 15 جرام، 15 ولا 14 مهم زوز. ونبدأ باش نلم بالفارينة بشوي، لازمها تجي طرية شوية مش كاسحة. باش نبدأ نزيد بشوية بشوية الفارينة حتى تتلم لي العجين. بعد ما رميت العجينة تجي هكا مرخوفة ما تجيش يابسة، بديت نشكل فيها ديبول صغار ونقبتهم في الوسط. خديت شوية هكا الحجم اللي تحبوا عليه. وهذه بتاع الصابلي ضغطت هنا في الوسط. تعملوا بأي حاجة عندكم. ونكمل على الشكل هذا. بعد ما شكلتهم هكا باش نحطهم في الفرن بعد ما سخنتها على 180 درجة. تطيبهم كيف الصابلي، معناها دوبا ما يتبدل لونهم شوية وتخرجوا. خرجتهم من الفرن وخليتهم يبردوا. بديت نزين فيهم حسب الاختيار وحسب المتوفر في الدار. زينت الوحدة واحدة بالمعجون الفريز، تنوريكم كيفاش. هذه معجون مش كان عندكم جيلاتين احسن، عملته في الجوانب متاع الكعبة وحطيته في نواد الكوكو. من بعد حطيت عليه المعجون. هذه الطريقة الأولى. وهذه بالشوكولاتة كيف العادة دهنتها بالمعجون المشماش. حطيتها في الشوكولاتة. عندي شوية شوكولاتة استعملتهم، انتم زينوا باللي عندكم. وحطيت شوية شوكولاتة لهنا. نعاود لكم واحدة أخرى. هذا شكل النهائي.
وهذا حلونا اليوم، ان شاء الله يعجبكم. ما شاء الله كونتيتي صغيره خرجت يمكن اكثر من 80 كعبه، وانتم وذوقكم في التزيين. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه.